صباح الخير يا حلوين. النهارده كده هعمل معاكم شويه حاجات ان شاء الله تعجبكم. هنعمل كده طريقه التورته او طريقه تزيينها بشكل بسيط كده وجميل ان شاء الله يعجبكم. وهنشرب الشاي التركي. لو انتوا عايزين طريقه اي حاجه منهم اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهنروح لجوله بسيطه كده خفيفه ان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى بينا. اول حاجه كده هنفطر فطار خفيف، والنهارده كان يوم الجمعه. انا بسجل لكم الفيديو ده يوم الجمعه. كنت باعمل بقى بخور وكده عشان نحس بالجو هنا، لان فرنسا بصراحة ما بتحسسش بأي حاجة غير انها بلد يعني مملة، ما بنسمعش الأذان، ما بيبقاش في أي حاجة بتحسسنا كده بجو مصر، ولا الروحانيات الجميلة بتاعتها. بس طبعا كل ده مش هيخلينا ننسى ابدا القهوة الجميلة بتاعتنا كالمعتاد. هنا بقى كنا هنزين التورتة. هي الكيكة نفسها من عجينة البستاج، او اللي هو الفستق، علشان كده هي لونها اخضر. وطبعا دي الفكرة بتاعتها، يعني علشان هنوريكم بقى تزيينها في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي. حاجة كده سامبل قوي، بس تحفة فنية. يعني اي حاجة عندنا من الفواكه ايا كانت بقى، فراولة، فريز، مثلا اي حاجة انتوا بتحبوها. تقدروا تعملوا طبقة من الكيكة وطبقة من الكريمة وطبقة من الفاكهة وهكذا. ونعمل الكيكة دي مثلا حجمها كبير شوية او سميكة، ولو انتوا حابين المكونات بتاعتها اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وهنعمل طبقة تانية من الفواكه. يعني اي فواكه انتوا تحبوها او مثلا متوفرة عندكم. طبعا هي مش حاجة مقياس يعني. آم، العجينة باللون الأخضر علشان بقى الفكرة بتاعتها اللي في النهاية. وطبعا طبقة الكريمة بتبقى حسب الرغبة، يعني مش شرط ان انت تعمليها بقى طبقة سميكة او طبقة خفيفة. بس كان الفكرة هنا ان هي تبقى طبقة سميكة علشان طريقة التزيين في الآخر. هو أنا أي حاجة فيها تزيين وألوان وفن وجمال تلاقوني. ديكور، أي حاجة بقى، الشوارع نفسها فيها تزيين وألوان، الشجر، أي حاجة فيها فن وجمال وان انت تطلع اي حاجة جواك بتلاقوني يعني. هنا بقى كانت القاعدة بتاع الكيكة نفسها. طبعا احنا مش في الاغلب بنرميها يعني، فاحنا هنستفاد هنا بينها بقى ان احنا هنعمل شوية حاجات كده نزينها بيها ونحطها عليها في الاخر. بصراحة الفكرة روعة وبتدي شكل جميل، وكمان بالذات ان هي باللون الاخضر، علشان كده هي طالعة شكلها مختلف شوية. حتى لما تتقطع هتبقى شكلها تحفة. وفي الاخر بقى هنحط عليها شوية بقية الفاكهة او اي فاكهة برضو احنا حابينها. هو الهدف هنا ان انا مش هعمل لكم كيكة، لان طبعا كل العالم بيعرف يعمل كيكة وحاجات كده. انا كنت عايزة اشارك معاكم يومي كامل، وفي نفس الوقت يعني اوريكم فكرة كده للتزيين، واعرفكم ان الفن والجمال له قيمة في كل حاجة في حياتنا. حتى مثلا حاجة بسيطة زي الكيكة. حالا هوريكم برضو طريقة مثلا ان احنا مثلا نشرب شاي، يعني نغير جو كده ونحس ان الحياة فيها تجديد. لان طبعا الاحداث اللي حوالينا مليانة شوية كآبة، والمود يعني مش متظبط الايام دي. وده في النهاية بقى بعد ما عملنا شوية فاكهة وحاجات كده هنرش على وشها سكر، علشان بقى تبقى بروفيشنال. يبقى الشكل الخارجي كده او الشكل النهائي حاجة كده شبه بتاعة المحلات نفسها او المجازانات بتاع الجاتو والحاجات كده. طبعا لو انتوا عايزين الطريقة نفسها بتاع الكيكة اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هقول لكم. وحالا بقى هنروح نشرب الشاي اللي هو التركي. الشاي ده من اروع واخف الشاي اللي ممكن يتشرب، هو والشاي الكرك. وانا كنت بشارككم اليوم كامل. انا مش عارفه اقول لكم ايه، لان اول مره اعمل فيديو عن يعني الحياه، او عن الحياه اليوميه او الروتينات والحاجات دي. بس انا طبعا ما كنتش هدفي كروتين. كان هدفي انه تغيير شويه النمط اللي موجوده على القناه. انه كل حاجه بتتكلم مثلا عن الشوارع والديكورات، ال البيوت، اي حاجه تخص الديكور. كنت عايزه اخرج عن الاطار ده شويه، واوريكم ان الجمال والفن موجود في كل حاجة. هنا بقى لو احنا عملنا مثلا اخترنا كوب بقى من اللي هي الاكواب التركية، مع شمعتين، مع شوية هوا بقى، والشاي سخن زي ما انتم شايفين، مع مثلا غيرنا جو وخرجنا في اي مكان
مكان، صدقوني الحياة هيبقى ليها معنى، وهنحس بتغيير كده حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو نص ساعة وهنرجع البيت تاني. وهنا بقى كنت خلاص خرجنا، هنتمشى شوية في الشوارع ونروح أماكن حلوة هتعجبكم، وأنا حطلكوا شوية صور كده في آخر الفيديو من كل الأماكن اللي احنا رحناها النهاردة. ده حصان كده كان قابلني، حصان جميل ولطيف، صاحبه كان مضفر له شعره جميل قوي، فقلت برضو اوريهولكوا. وده كان جرار، يعني فكرني هنا بمصر، وعارفين اللي هو القرية بتاعتي، انا من قرية، فكرني كده بالحاجات اللي انا اصلا ما شفتهاش في بلدي نفسها، ففكرني بايام زمان، وحسسني كده بحاجات انا مش عارفة اعبر لكم عنها. فاتمنى الفيديو ده يكون مختلف ويكون عجبكم، ولو برضو مش عجبكم الفيديو ده او مش عجبكم هدفه، ممكن برضو تقولولي تحت وانا اغير تاني وارجع المحتوى. وهنا كان كل الناس يعني حاسة انها زهقانة وعايزة تغير جو وعايزة تخرج، فقلنا بقى نروح كده جاردن اسمه جاردن دو بالاس رويال، يعني ومكان كده جنب البرج، برضو ناخد شوية صور حلوة. انا اصلا هوايتي ان انا بحب مثلا اصور اي حاجة، وبحب الشروق والغروب، يعني بحب اي منظر جمالي وحاجة كده ممكن تكون مش طبيعية او ما بتحصلش دايما. يعني اي حاجة فيها حاجة مش تقليدية او مثلا تحتاج انها تتصور بحب اصورها. يعني الجاليري بتاع التليفون عندي مليان كمية صور مش طبيعية، ومش عارفة انا بصور الحاجات دي ليه او انا بستفاد منها بايه، بس انا بحب التصوير وبحب الحاجات دي، وبحب المناظر اللي تستاهل فعلا ان احنا نقدرها ونقيمها، ان احنا مثلا نعمل لها صور، نهتم بيها، مثلا نعمل دايما ترميم للحاجات اللي هي التحف اللي موجودة في الشوارع، المباني الأثرية، الحاجات اللي هي تقليدية شوية أو قديمة، اللي فيه حاجات مثلا منها انقرضت. يعني انا اي حاجة فيها فن وجمال بحب اصورها وبحب اهتم بيها. ودي نافورة كده كانت موجودة في الجاردن، وده الشارع اللي هو بيودي على قوس النصر. عجبني يعني الفكرة، ودي فكرة فيديو كده كنت عاملها لكم، اللي هي تصوير العجلة نفسها وهي بتلف. حاجة كده مثلا حاسة ان هي فيها فكرة حلوة او ابداع، بحاول ان انا اوريها لكم او اعملها لكم. ممكن انا مش اول واحدة مثلا اوريكم المناظر دي او اصور لكم الصور دي، وفي ناس كتير ممكن تكون عندها صور احلى واقيم بكتير من اللي انا بعملها. بس كل بني ادم لازم يحاول، يعني لما يكون حد في دماغه هدف لازم يحاول علشان يوصل للهدف اللي هو عاوزه. وانا في النهاية احب اقول لكم ان المشوار ال1000 ميل بيبتدي بخطوة، او مشوار الميل بيبتدي بخطوة. يعني كل واحد فينا عايز يوصل لحاجة لازم يبتدي بخطوة ولازم يبدأ، مهما كان بقى اللي قدامك ده رفضك او متقبلك، طالما انت ما بتأذيش حد فما يهمكش. في اخر الفيديو بقى اتمنى تكونوا استمتعتم، ما تنسونيش بقى في اللايكس كتير علشان تشجعوني، وبحبكم خالص، واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.